ورجعت المشروع القديم اللي كان بيكسبني دهب، أول أوردرات الغريبة. بصي بقى أنا هديكي مقادير احترافية للغريبة، يعني لا هتشقق ولا هتفرش أبدا منك في الفرن. هقولك على حلول كل مشكلة ممكن تقابليها وانتي بتعمليها، ناعمة دايبة. حتى بقى لو هتعمليها بسمنة صناعي هقولك ازاي تخلي ريحتها سمنة بلدي. من الآخر هتاخدي مني خبرة سنين، وكله بالكوباية وبالجرام، كوباية الشاي العادية، وتقدري انت كمان تبيعي لأهلك وحبايبك وتكسبي. يلا نسمي بالله، نصلي على رسول الله، وما تنسيش تشاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك. أول حاجة بقى لنجاح كل نواعم العيد هو الدقيق. احنا مش هنقعد نكلف والدقيق في الآخر ينطر السمنة ويبوظ لنا الشغل. يبقى تختاري دقيق كاكو وبسكوت، والأنواع الكويسة كتيرة، اختاري النوع اللي ترتاحي له. تقدري كمان تستخدمي دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، واكيد طبعا كلكم عارفين الانواع كويسه، في الضحى، دوبيلا، فايف ستارز، يعني الانواع الكويسه كتير. يلا بقى بصي زي ما وعدتك بكوبايه الشاي العاديه هنعاير. دي بقى مج الشاي العادي، ولا هقولك هاتي اكواب معياريه ولا حاجه، وقدامك بالميزان. انا هديكي مقادير دلوقتي النص كيلو عشان ما تتلخبطيش. انا هضاعف المقدار 3 اضعاف، لكن دلوقتي انا هوزن لك كل حاجه بمقدار النص كيلو 500 جرام. نص كيلو دقيق يعني ايه؟ يعني 4 كوبايات ونص. وزي ما انت شايفه كده بوزن وعلى المنخل على طول. المنخل ده معايا في كل الوصفات، ما اقدرش استغنى عنه. يبقى لازم ننخل الدقيق بتاعنا كده بالمنخل عشان ناخد نتيجه ممتازه. وزي ما انت شايفه كده 4 كوبايات ونص دقيق يعني 500 جرام، والكوبايه تكون مليانه على اخرها. هبتدي بقى انخل الدقيق، وقلنا دي خطوه مهمه قوي. ويلا بينا بقى، انا خلاص حطيت كيلو ونص دقيق، ما حطيتش نص بس زي ما اتفقنا، انا هضاعف المقدار. دلوقتي بقى هدي رشه من الملح كده على الدقيق، ونتكلم بخصوص السمنه. كل نص كيلو دقيق هيحتاج قد ايه سمنه؟ 350 جرام من السمنه البارده. علبه السمنه دي بلدي، انا مسيحاها، بجيبها من المنوفيه كده، كل سنه لازم اخزن قبل العيد عشان النواعم الجميله بتاعتنا. وطبعا غريبه يعني سمنه بلدي حلوه، سواء بقري او ايه جاموسي اللي عندك، اهم حاجه تكون بارده. هتحتاج قد ايه سمنه؟ بتحتاج 350 جرام من السمنه على نص كيلو دقيق. مش كتير يا ام ريانه؟ لا مش كتير، دي غريبه، وبقولك دي مقادير احترافيه ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. وزي ما انت شايفه انا بضغط كوبايه السمنه على الاخر، يعني كوبايه الشاي العاديه دي عامله لي 250 جرام، زودت كمان 150 اللي هي كانت كوبايه الا ربع، يبقى الاجمالي كوبايتين الا ربع من السمنه البارده. وهقول تاني وتالت، السمنة لازم تكون ساقعة جاية من التلاجة مش في الفريزر، سمنة جاية من التلاجة يعني لازم تكون ساقعة. وبصي بقى كده ايه، يعني بظبط الكوباية واخرج منها كل تنتوفة سمنة. يلا بقى نتكلم عن السكر البودر. نص كيلو دقيق، 350 سمنة، 140 سكر بودر. 140 عمل لي كوباية شاي مليانة زي ما انت شايفة، وكله قدامك بالميزان. طب انت قلتي يا مريانة لو هستخدم سمنة صناعي اعمل ايه؟ اصبري بس عليا، هقولك ازاي تخليها سمنه بلدي. دلوقتي بقى هبتدي اضرب السمنه الساقعه. بقى السمنه لو مش ساقعه مش هتتضرب معايا، ولونها مش هيفتح، ومش هتوصل لمرحله الكريمه اللي انا عايزاها. خلاص، يبقى لازم تبقى السمنه ساقعه زي ما اتفقنا. وهتضربيها بقى يا بالمضرب يا بالعجان. اعتذر بقى انا هستخدم العجان، لان ايه كل اللي متابعيني عارف ان انا عامله عمليه في ايديا. يا بالمضرب يا بالعجان والله، وست الله يرحمها كانت بتعملها بايديها. المهم كل ما ضربتي السمنه كويس، شايفين بقت عامله زي الكريم شانتيه، هي دي النتيجه اللي انا عايزاها. ههدي بقى العجان كده. هي اتضربت معايا كده في حدود 8 دقايق، ولانها ساقعه جدا اتضربت معايا في وقت قليل. لو حسيتي بقى ان السمنه بتاعتك سخنت وانتي بتعايري كده، رجعيها الفريزر كده شويه تسقع وبعدين اضربي فيها. يلا بقى نزلت بكل كميه السكر البودر بعد ما السمنه اتضربت. هسيب بقى السكر البودر مع السمنه هياخد فوم اكتر. تعالي بقى احكي لك عن المكون اللي بيودي الغريبه في حته تانية، يعني بيوديها كده لامريكا ويرجع. خطير خطير خطير، هو اللبن البودر. كل نص كيلو من الدقيق بيحتاج 2 معلقه صغيره من اللبن البودر. كل اللي جرب الغريبه بتاعتي السنه اللي فاتت بجد شكرني عليها. بحب بقى احط فانيليا سائله في الغريبه، بتديها نفس حلو قوي. لو ما فيش فانيليا سائله خلاص استخدمي البودر. اللهم بارك. شايفه بقى بعد ضرب السمن بالسكر البودر بقت كريمه. هنزل بقى على طول بالمقدار على الدقيق، ولاني واثقه من المقدار ده فان شاء الله مفيش اي مشاكل هتحصل لك لو مشيتي بالمقدار اللي بقولك عليه. هنزل بقى كده وهبتدي اديها
ريحة السمنة البلدي، نقطتين. ريحة السمنة البلدي بتجيبيها من عند أي عطار، بالرغم إن أنا مستخدمة سمنة بلدي لازم برضو كده أضيف نقطتين. ليه بقى؟ عشان الريحة كده تبقى واصلة للجيران. خطيرة خطيرة. وهاتي ريحة السمنة البلدي من عطار تكوني واثقة فيه، مش من أي عطار طبعا، عشان بتبقى مزنخة أوقات عند بعض العطارين. بصي بقى، لمي، هتحسي ان العجينه طريه. هتقولي ايه ده، معقوله؟ لا دي طريه قوي، انا هزود دقيق. اوعي. واوعي كمان وايدك لسه فيها عجينه وانت بتعجني تختبري العجينه. انا رحت غسلت ايديا وجيت اكور، يعني العجينه لينه في ايديا، بصي لقيت لسه في تشققات في الغريبايه، فكده معناها انها محتاجه عجنه تانية. فهعجنها 5 دقايق كمان. والغريبه ما بتتاثرش بالعجن خالص، مش زي البسكوت ولا الكعك، لان احنا مش حاطين فيها اي سوائل، فمهما تعجني فيها مفيش اي مشكله، ولا هتعضم ولا هتخشب معاكي. بعد عجن كده 7 دقايق، اللهم بارك، شايفه مفيش اي تشقق ظهر لي في الاختبار. وكل مره بروح اغسل ايدي بعد ما اعجنها عشان اختبر. معايا بقى 3 كده هختبرهم وادخلهم الفرن. واختبار الفرن ده مهم جدا 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 عشان تعرفي العجينه بتاعتك ناجحه ولا لا. تعالي بقى كده، دي الحاجات اللي هزين بيها. معايا شويه لوز، هحط عليه بس كده نص معلقه من السمنه عشان يلمع اما احطه على الغريبايه. معايا بقى اللولي بتاع الغريبه، معايا شوكليت شيبس، معايا كريز. وهبتدي بقى بالميزان لاني طبعا هبيع، فلازم الكرات بتاعتي تبقى متساويه. كل كوره من الغريبه هعملها في حدود 10-12 جرام اقصى حاجه، يعني 10 هتكون حلوه جدا جدا. وبرضو الغريبه خلي بالك بتفرش سنه لما تخش الفرن، ف10 جرام حلو قوي. شايفين بقى طريقه التشكيل؟ تكوري الاول عشان طبعا ايدك تبقى واحده، وبالراحه كده بدون ضغط كبير هتدمجي كرة الغريبه الاول قبل ما تشكليها. كمان الغريبه لما بتخش الفرن شكلها بينتظم وبتعمل قاعده لنفسها وبتظبط شكلها لوحده. شايفه شكل الثلاث كور الامور ده؟ جربيه، حلو قوي. وخلي بالك انا اشتغلت الباقي من غير ميزان، يعني انا ايدي بقت هي الميزان، وعرفت طبعا ازاي اكورها والحجم يبقى مناسب. كمان بقى لحسن حظي والدتي كانت معايا وساعدتني، تسلم ايديها وتسلم ايد كل ام بتعمل احلى اكل لعيالها. يلا بقى فرحي عيالك واعملي لك حتى نص كيلو غريبه كده، اول باذن الله فيديوهات العيد وان شاء الله كلها تعجبكم. برضو الغريبه اللي بالكريز تحفه، بحط كده قطعه صغيره من الكريز بتدي طعم جميل وشكل جميل. يلا بقى نتكلم بخصوص التسوية. أنا طبعا دخلت 3 قطع من الغريبة الأول، وكنت مشغلة الفرن على 170 عشان أشوف العجينة ناجحة ولا لأ. طيب أنا لقيتها مظبوطة. طب يا مريانة أنا دخلتها لقيت العجينة بتاعتي مشققة، يعني ال3 غريبات اللي أنا حطيتهم دول لقيتهم مشققين. أعمل إيه؟ التشققات في الغريبة معناها حاجتين، يا إما زيادة تسوية يا إما نقص سمنة. طب إيه الحل بقى لو لقيتها مشققة؟ هتروحي ضربة معلقتين من السمنة الباردة حوالي 100 جرام، وهتضيفي الأول معلقة كبيرة، يعني هتضيفي 50 جرام، وهتعجني في الغريبة تاني كده وتسيبيها ترتاح ربع ساعة، وبعدين ترجعي تختبريها تاني في الفرن. تختبري كام واحدة، هتلاقيها ظبطت معاكي والتشقق راح. يبقى هتزودي الأول 50 جرام من السمنة المضروبة، ما ينفعش تزودي السمنة مباشرة، لازم تضربيها زي ما عملنا في أول خطوة. طيب يا مريانة أنا لقيت الغريبة فرشت مني، يعني الاختبار اللي عملته لقيتها فرشت معايا وعملت زي الكعكاية. الحل إيه؟ الحل إن احنا نضيف معلقتين دقيق تدريجيا. هتضيفي معلقة وتعجني وتضيفي معلقة تانية وترجعي تكوري وتختبريها تاني. يعني ما تشكليش غير لما تكون الاختبار بتاعك اللي انت عملتيها اللي هي كام واحدة في الفرن دول يكونوا مظبوطين بالملي، لا مشققين ولا فرشين، ودي نصيحتي ليكي. طب الغريبة بتاخد وقت قد ايه في الفرن عشان تستوي؟ من 10 ل 15 دقيقة بالكتير على درجة حرارة 170. اعرف ازاي انها استوت؟ بحرف السكينة كده او سباتولا رفيعة، هترفعي اول ما تلاقي لونها بقى اشقر فاتح جدا هتروحي مطلعة الصاج، وطبعا بتسيبيها في الصاج لغاية اما تبرد. اوعي تيجي ناحيتها لانها طبعا بتبقى طرية قوي. ما بتحتاجش يا جماعة غير 10-15 دقيقة بالكتير حسب فرنك، وتطلعي قعرها فاتح كده. امشي على المقادير مظبوطه، اختاري نوع دقيق كويس، عمر ما هيقابلك اي مشكله في الغريبه. كمان بعد ما تشيلي الغريبه من الصاج بعد ما تبرد طبعا تمسحي الصاج قبل ما ترصي الغريبه الجديده عشان قعره ما يبقاش محمر قوي، لازم تمسحي الصاج. شايفين بقى الجمال؟ ولا مشققه ولا فرشه، ولونها جميل، تسويتها مظبوطه، ناعمه ودايبه دوب. وهنا طبعا انا قفلت الاوردرات بتاعتي بألف هنا وشفا على اصحابها. ولو ما كلتوش منها حاجه، كيلو ونص الدقيق هيطلع معاكي حوالي 3 كيلو من الغريبه. طب ايه هي معادلة الربح؟
بتحسبي إجمالي التكاليف بالعلب بالخامات كله. يعني مثلا لو انت كلفتي ب100 جنيه، لو انت محترفة خدي مصنعية 100 جنيه، لو انت مش محترفة خدي مصنعية 50 جنيه. تمام؟ يعني هي دي معادلة الربح اللي الناس كلها ماشية عليها. أتمنى تكون الوصفة عجبتك، إن شاء الله تجربيها، ومستنية رأيك في التعليقات. ما تنسيش الاشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.